السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض بقى كده سندوتشات سريعة، كده حاجة سهلة وسريعة. لزوم السهر كده بالليل او وانتي قاعدة في البرد كده اهو، احلى سندوتش للدفا. التمر بقى المعجن ده هنعمله بطريقة حلوة قوي، وهنحشيه في العيش كده ملوش حل. بس اللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت سبسكرايب للقناة ولايك وشير كتير للفيديو. اول حاجة كده نصلي على الرسول ونقول عليه الصلاة والسلام. عندي العيش الابيض بتاعي، بس لازم يكون عيش ابيض، ما يكونش عيش من اللي هو البلدي، ما بيبقاش طعمه حلو خالص في البلح ده، ويمشي في الفينو. يعني عيش ابيض ويمشي فينو. عندي بقى البلح بتاعي اللي هو ده، اللي هو بتاع العجوه اللي احنا بنجيبه نعمل بيه العجوه. وعندي قرفه وعندي سمسم، بس كده. والعيش بتاعي والفينو. تعالوا بقى نفصص البلح ده كده واحده واحده، نطلع منه النوى بتاعه ونطلع منه البذره او العنق بتاعه، ونفصصه وننضفه كله كده. اعمل بقى كل اللي عندي. الولاد طلبوه مني وقالوا لي تقومي تعملي دلوقتي البلح في التلاجة، قومي دلوقتي اعملي لنا. حكم القوي. عندي بقى طاسه، خلصت اللي عندي، الكميه اللي عندي طاسه على النار، احط فيها مكعب زبده وانزل بالبلح اللي انا فصصته بقى اهو. مع سخونيه النار هيفك كده وهيطرى. وديته شويه ميه من الكتل دي، معلش ما جاتش، اديته شويه ميه مغليين، شويه صغيرين خالص. هشيل المعلقه الخشب بقى وانزل بالشوكه عشان اهرسه هرس جامد كده، ويبقى عامل زي العجوه كده. ماشي، كل ما تلاقيه ناشف تديله شويه ميه صغيرين خالص بالمغليين، ومعلقه سمسم كبيره ومعلقه قرفه. بتعزز الطعم كده وبتخلي ريحه السندوتش ملوش حل. هاجي بقى في طاسه السندوتشات التانية اولع عليها تسخن، واحط فيها ريحه زبده صغيره خالص بس عشان ما تلزقش في العيش. على ما ايه، احشي بقى السندوتشات بتاعتي. بصوا البلح كده خلاص بقى زي الملبن قدامك اهو، كده خلاص. هطفي عليه بقى. تعالوا بقى نحشي العيش الابيض ده او الشامي بتاعنا ده. فتحه كله، وطبعا كان عندي في التلاجة فايه، مش بيتفتح بسهولة. هو لو عيش طازة هيبقى احلى بكتير طبعا. افتح كل اللي عندي وافتحه جامد كده اهوت عشان احشيه من جوه ومن كل الجوانب بالمقص كده زي ما انتوا شايفين. هفتح كل الرغيفة اللي عندي. تعالوا بقى نحشيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص اعمل بقى كل اللي عندي. بصوا بقى هزود كمان شوية سمسم. يعني انا حطيت تاني على البلح، هحط تاني في الساندوتش. بيديله طعم تاني خالص، يعني بيديله طعم حلو قوي. احشي بقى كل الرغيفة اللي عندي على ما الطاسة بتاعتي تسخن. والبلح ده بيبقى في السندوتشات الفينو ملوش حل، بجد تحفة. ولو الولاد رايحين للمدرسة برضو عملنا السندوتشات دي، عملنا لهم السندوتشات دي تحفة برضو في الفطار او في العشاء او سندوتشات المدرسة. افكار يعني، فكرة حلوة. ممكن تمشي ولادك كده بسندوتشين 3 كده من ده، يبقى ملوش حل، حلو ومفيد ومغذي. تعالوا بقى كده. عندي بقى الفينو كمان، هحشيه كمان وابصمه كمان على الطاسة. يا سلام يا سلام، مش قادرة اقول لكم طعمه جميل. اتمنى تجربوه. بصوا هذا احطه كده ياخد الصدمة، واقلبه كده وكده هيطلع بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم قد ايه جميل. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسونيش في لايك كتير للفيديو. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.